النهارده بقى عملنا حاجه جميله قوي. طلعنا قريه من القرى اللي موجوده هنا في ماليزيا، وانا رايح للدعوه، والقريه هنا شكلها جميل. شايف الجو الهادي ده؟ شايف صوت الكروان الطبيعي ده؟ يا سلام، خضره مد البصر. حتى المسجد اللي مبني مسجد على قده خالص. وجايين عشان الدعوه. الاماكن دي فيها ناس كمان غير مسلمين، وفيهم ناس هندوس وناس مش عارف بوذيين، ديانات غريبه. فاتفقنا هنعمل طلعه كده بعد ربع ساعه للدعوه انا وزمايلي. وجينا قابلنا ناس تانية جايه من بلاد تانية للدعوه. وتخيلوا لقيت منين؟ من الصين، من اليابان، من كوريا، من تايلاند، الله، من ماليزيا طبعا. الناس دي كلها جايه لهدف واحد، جاي يقعد اسبوع اسبوعين شهر زياره من بلده او من بلد تانية، او في ناس من هنا رايحه البلد التالتة عشان الدعوه، عشان يكلم الناس عن ربنا، ويكلم الناس يا عيني اللي ما تعرفش لا اله الا الله، يقول لهم يقولوا لا اله الا الله. فطبعا انا تحمست جدا وقلت لهم يلا نطلع للدعوه. يا سلام، ان شاء الله هنبدا امتى؟ بعد ربع ساعه انا هطلع. قالوا لي لا، احنا هنقسم نفسنا جروبس. في الناس دي هتروح الحي الصيني اللي فيه صينيين اكتر، ودول هيروحوا المكان اللي فيه ناس هنود اكتر بيفهموا اردو هندي، ودول بيتكلموا مش عارف ملاوي، ودول بيتكلموا ياباني. فهنتقسم. قلت لهم طب انا بتكلم عربي وانجليزي وشويه اندونيسي. قالوا لي لا، احنا عاوزينك في حاجه تانية، انت هتبقى الجنريتور بتاع الجماعه. قلت لهم يعني هعمل ايه؟ يعني هحط بنزين في العربيه اللي هنروح بيها، ومش احنا هنروح على رجلينا؟ قالوا لي لا، اصلك لما بتدعو الى الله وتكلم حد عن ربنا، ربنا بيفرح قوي. امال مين اللي بيزعل وبيحاول يبوظ شغلك؟ الشيطان يبوظ لك الشغل. تلاقي نفسك داخل على واحد تكلمه عن ربنا يقفش معاك وما يرضاش يسمعك. طب نعمل ايه عشان نمشي الشيطان؟ نجيب الملائكه. طب ونجيب الملائكه ازاي؟ بذكر ربنا، لان طلع ان الملائكه بتيجي على الذكر، هو ده غذاء الملائكه. فانت يا دكتور رامي هتقعد تعمل كده بس، سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر، وتستغفر وتصلي على الرسول وتقرا سوره ياسين، بنيه ان ربنا ينزل ملائكه وينزل هدايه على الناس اللي احنا رايحين لهم، فتسهل عليهم قبول كلمه لا اله الا الله. وده اللي حصل مع سيدنا موسى لما جه يروح لفرعون. قال له رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. خلي حد يروح معايا، هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. ليه يا رب؟ امر الدعوه، يعني رايحين لفرعون يدعوه، يقولوا له فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. وربنا عارف ان فرعون في النار، ومع ذلك قال لهم روحوا له وكلموه بالراحه. لحد ما قال لهم ايه؟ اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اوعوا توقفوا الذكر، لأن ذكر ربنا هو الدينامو بتاع الدعوة. اوعى تفتكر ان بشطارتك وبكلامك الحلو الناس بتستجيب لكلامك الله ده انت داعي، ده الناس كلها بتشوفك تقول لا اله الا الله. اوعى تتغر لحسن تضل نفسك، بدل ما انت رايح تهدي الناس تضل نفسك. لا، ليس عليك هداهم، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فانت تبقى عارف ان الهدايه جايه من الله، وعشان ترضي ربنا اجمل حاجه ترضي ربنا هي ذكر الله. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسيدنا موسى رايح يدعو فرعون، قال له ايه؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. فالنهارده دوري مش هطلع واكلم الناس واقول لهم قولوا لا اله الا الله، لا، دوري هقعد في المسجد الجميل ده. بعد ربع ساعه هيتحركوا، كل جروب هتروح مكان، اللي هيروح بقى مش عارف في الشارع، اللي هيروح على كافيه، اللي هيروح مكان فيه سكن، اللي هيروح ديسكو. المهم يروحوا يجيبوا الناس ويكلموهم عن ربنا. وانا دوري اعمل ايه؟ ودي الحاجه اللي تسهل لك كل حياتك، ذكر ربنا. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. وربنا سبحانه وتعالى قال كده، قال انا مع عبدي اذا ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه. فاذكر ربنا، فاذكروني أذكركم. تخيل ربنا يجيب سيرتك لما أنت تتكلم وتذكره. وآخر حديث هقوله عشان هنبدأ كمان شوية. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم السلام، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قيل بلى يا رسول الله، قال ذكر الله تعالى. لا ده بس مباشر مش مسجل يا محمد بن سعيد. دلوقتي ده الوقت ده في ماليزيا خلاص فاضل على المغرب حوالي نص ساعة، نتحرك بقى من المغرب للعشاء ساعات قبل المغرب. المهم الهدف ان احنا نروح نكلم الناس عن ربنا.
فنتحرك فنبقى احسن الناس الكلام، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. بس عشان خاطر تكلم حد اتكلم قليل بس ادعي له كتير، اتكلم قليل بس اذكر ربنا كتير. عشان كده سيدنا معاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ اني احبك فلا تدعن دبر كل صلاه، بعد كل صلاه قول الكلمتين دول: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالحمد لله ان ربنا خلاني اذكره، فانا هقعد اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم اهد من يرانا واهد من لا يرانا ومن يمشي على خطانا. اللهم اهد الانس والجن واهد عبده الاوثان واهد البوذيين والناس الملحدين، يا رب اهديهم. يقوم بدعائك ربنا ينزل هدايه مع كلمتين بساط تلاقيه جه على الجامع. وابشركم بقى بكره ان احنا عملنا 5 6 10 20 احنا ونصيبنا بقى، وباذن الله يبقى يوم جميل في الدعوه. كلم الناس عن ربنا واذكر الله كتير وسهلوا على بعضكم. لسه واحد مكلمني قاعد يكلمني على جهاز بنته، والنبي عايز فلوس عشان اجهز البنت. يا جماعه مش مفروض في الدين لو الراجل الحمد لله متيسر يجيب كل حاجه وما يتكتبش قايمه والحاجات دي؟ معرفش ايه اللي دخلني في الموضوع ده. ولينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، شاب لسه مش قادر فلينفق مما اتاه الله. مش لازم الراجل ابوها يجيب حفش قد كده وفي الاخر تتطلق ويرموه للاسف، ويكتبوا قايمه ويخش السجن ويبقى هو خايف وهي مضيعه على ورقه. بالراحه يا جدعان، الدنيا بسيطه. ولما تعيش في جو الدعوه تحس قد ايه الدنيا جميله، لما تلاقي ناس جايه من كل العالم، من اليابان والصين والهند والشمال والجنوب، عشان يتكلموا عن ربنا ويدعوا الناس الى الله. وتشوف واحد دخل في الاسلام وقال لا اله الا الله، ولا واحد ما كانش بيصلي وبقى بيصلي. واهم حاجه ادعي وسبح واستغفر واذكر ربنا. ربنا بسبب هذا الذكر ياتي بالهدايه. ابنك تعبك، مراتك مقرفاك، بدل ما تدعي عليها، مديرك في الشغل مطلع عينك، لا ادعي له احسن. ادعي له واذكر ربنا، وببركه هذا الذكر والدعاء ربنا يكتب له الهدايه. الجو جميل. يلا ان شاء الله باذن الله نشوفكم على خير في مكان تاني، وباذن الله ربنا يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. شوف النبي بيقول ايه: الا انبئكم بخير اعمالكم، احسن حاجه وازكاها عند مليككم، وازكى حاجه عند ربنا، وارفعها في درجاتكم، اعلى حاجه في الدرجات، وخير لكم من انفاق الذهب والفضه، احسن من انك تطلع صدقه، وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم، احسن من الجهاد. هو ايه ده يا رسول الله؟ قال: ذكر الله تعالى. وسهل، مش محتاج وضوء. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده يتبني لك نخله في الجنه. قل هو الله احد 10 مرات يتبني لك بيت في الجنه. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كانك اعتقت 10 رقاب من ولد اسماعيل. اعتقت رقبه، عايز ايه؟ كانك جبت عبد ثمنه مليون جنيه وطلعته حر لوجه الله. بس سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، تقال قوي في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، ربنا يحبهم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، قولها 100 مره، ربنا يحبها يا اخي. المال والبنون حلوين، زينة الحياة الدنيا، بس مين أحلى؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فاقعد سبح كتير، استغفر كتير، صلي على الرسول كتير، ادعي ربنا كتير، هتلاقي أيامك كلها بقت زي الفل. الحمد لله يا رب إنك جعلتنا نذكرك، وتقبل منا هذا الذكر والدعاء في المكان الجميل ده، وجعلنا سبب في الدعوة والدعاء والبركة والذكر، وأن نكون سببا لهداية العالم يا رب العالمين. وطبعا احلى كلمه خير ما قلته انا والنبيين من قبلي لا اله الا الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فاقول لا اله الا الله كتير وسبح كتير. امسك السبحه كده، اعمل 100 استغفار، 100 صلاه على النبي، 100 لا اله الا الله. شوف بقى حياتك هتتظبط ازاي. بالذات الصلاه على النبي ليها اسرار عجيبه، هي والاستغفار يزودوا الفلوس قوي عن تجربه. واشوفكم على خير. يلا بقى عشان خاطر، ويا رب هنزور دول افريقيا. نفسي يا فيصل ان شاء الله نكون في دوله تانية. ادعي لي كده نتحرك لدوله تانية كمان يومين 3، نصور لكم من بلد تاني، نلف العالم، ندعو الناس إلى الله الجميل العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. الله عشان بينادوني. سلام.